السؤال الأزلي اللي تقريبا كلنا بنسمعه يوميا، سؤال بيتكرر كأنه لغز محتاج حل. تفتكروا ايه؟ هو انتي بتعملي ايه طول اليوم؟ يسعد مزاجكم. الموضوع النهاردة هيخلي كل واحدة تقول الموضوع ده حصل معايا حرفيا. السؤال اللي كأنه نسخة طبق الأصل في كل بيت، بتعملي ايه كل يوم؟ والله ده مش سؤال، ده كأنه استجواب رسمي. مع انه لو ركز شوية هيشوف ان البيت ده مليان تفاصيل يومية بتدور زي الساعة، والست هي السر اللي بيحركها. فخلينا نبدأ حلقتنا النهاردة ونفك مع بعض اللغز اللي ما بينتهيش. جاهزين؟ يلا بينا. انا سامية صبري وده برنامج عالسبرتين. يوم الست العادي اصلا مش عادي، بيبدأ قبل ما الشمس بتطلع وبيخلص بعد ما كل الناس بتنام. تخيلوا ممكن يكون اليوم ده مليان تفاصيل عاملة ازاي. الست اول ما تصحى الصبح تلاقي نفسها في سباق ماراثوني. اول حاجة طبعا تصحي العيلة، اصحى يا حبيبي المدرسة هتفوتك، مش هتلحق شغلك لو فضلت نايم. وطبعا مفيش صباح من غير فطار، ولازم الفطار يكون مرتب علشان احنا مش هناكل اي حاجة وخلاص. بعد كده تيجي مرحلة ترتيب البيت وغسيل المواعين اللي بيخلص ويتراكم تاني بطريقة سحرية. وبعدها الغسيل، الغسيل اللي ملوش نهاية. ومن الغسيل للتنظيف، ودوخيني يا لمونة، وكأنها لعبة ألغاز لازم تحلها بسرعة في أقل وقت ممكن. نيجي بقى للمكالمات الطارئة. ماما انا نسيت حاجه في البيت. ماما ممكن تيجي تحضري اجتماع اولياء الامور؟ كل ده ضمن جدول الست اليومي اللي ممكن يكون أصعب من جدول رئيس شركة. ما ننساش طبعا إن الست بس مش مديرة منزل، لا، هي مسؤولة عن صحتها وأطفالها، وساعات بتضحي بحاجات كتير علشان توازن بين كل ده. وهنا يجي السؤال العظيم، لما الزوج بيرجع البيت، انتي كنتي بتعملي ايه طول اليوم؟ السؤال ده محتاج جرأة غير عادية عشان يتسأل، معرفش بيسألوه بالبساطة دي ازاي. وكأن اللي اتعمل طول اليوم ده شفاف كده، مش باين. خلينا نمثل المشهد شوية. الراجل داخل البيت شايل شنطة شغله، وأول ما يقعد على الكنبة، فين العشاء؟ هو انت كنتي بتعملي ايه طول النهار؟ الست في اللحظة دي بيكون عندها حالة اختناق واحتراق داخلي، واحتمال الاحتراق ده يطلع عليه يحرقه هو شخصيا، لأنها فعليا طول اليوم بتلف زي المروحة. لو ركز الزوج شوية ولقى ان البيت نظيف والولاد في امان والاكل موجود، هيعرف ان في طاقة خارقة اشتغلت وراه علشان كل ده يحصل. خلينا نتفق ان الحياة مشاركة، زي ما الزوجة بتبذل مجهود الزوج كمان ليه دور. لو كل طرف قدر التاني حتى الحاجات الصغيرة هتفرق. كلمة شكرا، ربنا يعينك، بتعمل سحر. الزوج ممكن يساعد في حاجات بسيطة، يشيل مواعين، يخرج الولاد شوية، أو حتى يجيب وردة وهو راجع البيت. والست كمان لو شافت التقدير هتعمل حاجات أكتر من كده بحب وراحة. بدل ما الزوج يسأل كنتي بتعملي ايه طول اليوم، ممكن يقول لها شكلك تعبان، أنا حاسس بمجهودك النهاردة. شايفين الفرق؟ الجملة دي كأنها طاقة إيجابية دخلت على البيت. الست لو حست بالتقدير هتلاقيها تلقائيا بتشارك تفاصيل يومها، وده هيخلق حوار بين الزوجين بدل الجدال. خلينا نفكر كده، لو الزوج شارك في جزء بسيط في البيت، زي ان هو ياخدوا الولاد يتمشوا شوية، يحضر العشاء، الموضوع ده هيخلي الحياة أسهل وأجمل. والست كمان لو قدرت شغل جوزها بره البيت، وقدرت ان شغل جوزها جزء كبير من استقرار العيلة، هيكون في حالة تفاهم أحلى. ربنا نصرني. ومن الحاجات اللي بتضيف بهجة كده للحياة اليومية إن الطرفين يخصصوا وقت لبعض، يشربوا قهوة سوا، يتفرجوا على فيلم، أو حتى يتكلموا عن حاجات بسيطة حصلت في يومهم.
الحاجات دي بتبني علاقة أقوى وأجمل. لكل زوج اسأل زوجتك أسئلة بطريقة لطيفة كده، زي ايه أكتر حاجة تعبتك النهاردة؟ ايه أكتر حاجة فرحتك؟ عايزة مني حاجة أعملها لك؟ والزوجة عبري دايما عن تقديرك لمجهوده بره البيت حتى لو بكلمة بسيطة. جربوا تكتبوا لبعض ملاحظات صغيرة زي شكرا إنك موجودة في حياتي، شكرا إنك موجود في حياتي. التفاصيل دي بتعمل فرق كبير في حياتنا. أحب أقول لكل زوج وزوجة إن الحياة شراكة، وإن البيت قايم على الحب والتقدير. فلو كل طرف فهم دور التاني وعبر عن امتنانه، هتلاقوا إن الضغوط بتقل والعلاقة بتقوى. وأخيراً، ما تنسوش تقولوا لزوجاتكم وأزواجكم شكراً. كلمة صغيرة لكن أثرها كبير قوي. ودمتم رايقين.